انا هعمل جرافطة بابا الله يرحمه حزام. فجأة كده وانا قاعدة فكرت ان انا عايزة البس الجرافطة بتاعت بابا، مش عايزة اركنها. فجا في دماغي ان انا هعمل حزام علشان يبقى ساترني وهو حي وهو ميت، اللي كنت ما يقعش. بالرغم ان انا غسلتها وكرمشت قوي، هي كانت مفروضة كرمشت قوي. بابا يسامحني على ان انا كرمشتها كده، بس بالرغم ان انا غسلتها فهي آه، يعني ريحة ابويا لسه فيها. يعني ريحة ابويا لسه في الجرافطة دي، مع ان بقالها 11 سنة مركونة. بس سبحان الله. المهم ان انا جه في دماغي ان انا هعملها حزام، عشان بيبقى فيه بناطيل قماش ما ينفعش ان انا احط فيها حزام عادي، فانا هستخدمها كحزام. عملت ان انا جبت الاتنين الاكسسوارات دول. انا قلت لكم قبل كده ان انا بجيبها من الشنط القديمه اللي عندي، فدي كانوا قدام عندي في شنطه قديمه. خلعتهم وعملت بالدبوس كده علشان اشوف الشكل هيبقى حلو ولا لا، وجربتها. فيلا بينا نخيطها ونرجع تاني. تعالوا نركبه مع بعض. هدخل الجرافطه دي في الاتنين دول كده، وبعد كده هرجع واطلعها من هنا اهو كده. اهي هتبقى بالمنظر ده ويبقى الشكل ده بالظبط. وهوسع واضيق على حسب الايه اللي انا عايزاه، هيبقى نفس المنظر اهو. ربنا يرحمك يا بابا.